مو كل إعلان لازم يكون صورة أو فيديو. أحياناً الإعلان الصح هو إنك تعيش الناس التجربة بنفسها. آيكيا في باريس قررت تكسر الروتين وتعمل شيء مختلف كلياً. محطة مترو مزدحمة، آلاف الناس بيمروا كل يوم، فجأة بتتحول لغرفة معيشة كاملة. كنب أنيق، طاولات، مكتبات، حتى تفاصيل الديكور الصغيرة كأنك داخل على بيت حقيقي، بس بمكان غير متوقع. المسافرين ما عادوا هون مجرد ركاب مستعجلين، صاروا ضيوف جالسين بيرتاحوا، بيجربوا الكنب، بيلمسوا الأثاث وبيعيشوا الجو. آيكيا ما طلبت منهم إنه يفتحوا الكتالوج، هي جابتهم الكتالوج لعندهم بطريقة حية وملموسة. النتيجة التسويقية، الناس ما شافوا منتجات، عاشوا هالمنتجات. ارتباط عاطفي ونفسي صار بينهم وبين هالعلامة التجارية، والأهم التجربة تحولت لقصة إبداعية وانتشرت عالميا من غير ما تكون مجرد إعلان عابر بيضيع بين آلاف الإعلانات. التسويق الناجح مو بس إنك تبيع قطعة أثاث، التسويق الناجح هو إنك تبيع تجربة تخلي الناس يحسوا بالبراند قبل ما يقرروا يشتروها.